السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل الرقاق الطري الفلاحي بطريقة جميلة جدا. جبنا اللبن ده أنا عاملاه في البيت يا جماعة، وفي فيديو هنزله لكم إن شاء الله. جبنا حوالي كيلو دقيق، حطيت عليهم رشة ملح وهقلبها كده كويس، يعني حوالي نص معلقة أو معلقة صغيرة ملح. عندي اللبن الرايب، حطيته. اللبن ده زي ما قلت لحضراتكم أنا عاملاه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هقلب التقليبة كده بسيطة وأحط بقية اللبن. بصوا يا جماعة، لسه ما حطيتش سمنة ولا أي حاجة خالص، لبن ودقيق ونص معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة كبيرة. هعجنها كده ألمها بس يعني كده قبل ما أحط عليها السمنة وزيت. جبت كوباية زيت على سمن. ممكن تعملها بسمنة بس بزيت بس كده، يعني زي ما يعجبك. جبت كوباية اللي هي المج دي زيت على سمن. وهلم بقى العجينة تاني، هتحسي ان العجينة سابت كده منك، لكنها هترجع تتلم تاني، لا اتفركشت كده. هتلاقيها ايه، بصي لميها كده وهترجع تاني. اهو بسم الله ما شاء الله. يعني يعني اتمنى ان انتوا هتدعوا لي يعني لما تاكلوا الرقاق ده. جميل جدا. اهو لميت العجينه، اتلمت مني بسرعه اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. بس لازم تقعدي تعجني فيها شويه، يعني زي بقيه العجين اللي احنا بنعمله. اهو بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه كده. ريحه العجينه تفكرك كده بالعجين بتاع زمان كده، الريحه جميله جدا من اللبن، وحاجه حلوه قوي. ما ريحتهاش يا جماعة، على طول كده رشيت رشة دقيق وقطعتها. قطعتها كده قد البضاية كده، أكبر من الليمونية. يعني على قد الحجم اللي انت ممكن تعمليها، قد الليمونية الكبيرة يعني. من غير ميزان، من غير أي حاجة كده. هقطعها وبعدين أجيب اللي هو كيسة التخزين دي وأغطيها فوق كده علشان ما تعملش قشرة في العجينة. بصوا كده يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. سبتها ترتاح حوالي ربع ساعة. هبدأ بقى أنا إيه، بصوا حتى وشها جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. حاجة حلوة أوي. حطيت تحتيها رشة دقيق. وهبطط فيها بقى أفردها. بسم الله، متاخدش منك وقت وبتتفرد بسرعة أوي، يعني مش ما بتاخدش منك وقت. أهم حاجة تكوني فردها كويس أوي. ده اسمه رقاق، يعني حاجة طرية جدا، حاجة رقيقة جدا. بسم الله ما شاء الله. ولو في فرن كمان هيبقى حلو بردك، بس الطريقة دي جميلة بردك للي ما عندهوش فرن. ممكن بردك تعمليه في فرن البوتاجاز، انا عندي طريقة بردك عاملاه في فرن البوتاجاز. كان جميل جدا. ما بياخدش وقت، ممكن تبططيه كله، تفرديه كله مرة واحدة. وبعدين تقومي تطيبيه، يعني هيبقى عادي جميل جدا. الطريقة يعني اللي تعجبك، وممكن واحدة بواحدة زي كده. عملت 3 والباقي بقيت ايه يعني، يعني 3 احتياطي، واللي افردها احطها. وحطيتها على نار يعني نار متوسطة، لا عالية قوي ولا هادية قوي. حطيتها على صينية كده تطيب بقى على الصينية دي كده. واقلبها على الوشين. بسم الله ما شاء الله. ولما بعد كل مرة تمسحي الدقيق الموجود، يعني علشان ما تعملش لون في الرقاق. اهي بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه، تنتفخ، ممكن تنتفخ وتقب جامد لو انت استنيتي عليها شويه، بس انا كنت عايزاه طري. تاكلي بيه بقى اي حاجه، بقى تاكلي بيه مربى واللبن الرايب والقشطه اللي انا عاملاه ده. بعضنا اكل بيه مربى وقشطه ولبن رايب وبطاطس محمره وكده. وخليت واحدتين 3 كده اكلنا بيها سمك مشوي. بسم الله ما شاء الله. اي حاجه تعملي سندوتشات، اي حاجه بدل عيش الصاج والكريب والحاجات دي كلها. ممكن تعملي بيه السندوتشات يعني. وحاجه جميله وحاجه معموله في البيت ومغذيه. حلوه قوي. ممكن برضك تحطها سندوتشات للاولاد. يعني مش ليه استخدام واحد بس او حاجه، لا تعمليه في اي حاجه. تاكلي كمان بيه اي حاجه في البيت. بسم الله ما شاء الله. حلو أوي. رقيها على قد ما تقدري، رقيها جامد، يعني هي بتبقى رقيقة. زي طول ما العجينة ماشية معاكي مثلا مشي بيها، يعني بصي مثلا الرخامة باينة من تحت اهي. واهم حاجة تبططيها من جوه وانت بتفرديها. من جوه لبره، علشان الحروف والقلب يبقى كلهم زي بعضيهم. من جوه لبره. بصوا يا جماعة. وبرضك لازم تمسحي الصينية او الصاجة اللي انت بتطيبها عليها. دي ألمونيا عادي، يعني مش لازم تيفال او اي حاجة، انا بطيبها على ألمونيا عادية.
لو عملتيها في فرن البوتاجاز تسخني الصينية ديت الأول في فرن البوتاجاز وتحطي عليها واحدة واحدة، أو تسخني الصاجة الكبيرة بتاعة فرن البوتاجاز وتحطي عليها واحدة واحدة أو اتنين، يعني زي ما ياخد الصاج بتاع البوتاجاز، بس لازم يكون ساخن جامد، يعني مولعاه قبلها بحوالي 10 دقايق أو ربع ساعة. والصينية دي بردك لازم تبقى سخنة وانت بتعمليها على البوتاجاز من فوق، علشان ما يبلطش منك كده وما يعملش البقابيق اللي فيه دي. بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة. أتمنى إن انتوا تعملوا الوصفة دي. ولما تيجي تطلعيه على قماشة أو فوطة أو أي حاجة وتغطيه كده عشان يستنى طري. أهو بصوا يا جماعة، عملت الكمية دي كلها من كيلو كوباية كده، يعني قولي كيلو. بسم الله ما شاء الله. حطيت عليه اللبن، لبن خالص يا جماعة، ما حطيتش عليه مية. لو انت عايزة اعملي نص لبن ونص مية تمام وشغال قوي يعني. اهو بصوا طري ازاي وجميل ازاي. تلفيه معاكي تلف معاكي اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. أتمنى وصفتي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.